السلام عليكم. ودلوقتي هوريكم ازاي ان ذا تنضاف في كلمه فتغير المعنى تغيير جميل جدا وفي نفس الوقت مهم. فبدون تضييع وقت يلا بينا بالراحه هفهمك الفكره. دلوقتي انا مثلا عايز اقول I am at school، انا في المدرسه، او I am at the school. هل اقول at school have ولا at the school؟ طب هل في فرق اصلا ولا مفيش فرق؟ الموضوع بسيط خالص. سكول هنا مكان، فانت رايح لهذا المكان او انت متواجد في هذا المكان، انت رايح له زياره او متواجد فيه. فوالله لو قلت I am at school، انا في المدرسه، يبقى انت هنا موجود للغرض الاساسي، يعني انت في المدرسه عشان تتعلم. بينما لو قلت I am at the school، انت رايح لهدف اخر، رايح زياره لابنك، رايح زياره لحد. ندي مثال تاني، واحد بيقول I am at hospital، انا في المستشفى. واحد تاني قال I am at the hospital، انا في المستشفى. ايه الفرق؟ هنا في المستشفى هنا رايح كمريض، لان احنا قلنا عدم وجود ذا معناه ان انت رايح للهدف الاساسي للمكان، ان المستشفى هدفها الاساسي انك تتعالج. بينما لما تقول at the hospital، انت هنا رايح علشان ايه؟ رايح كزياره لحد، مش انت المريض. واحد مثلا يقول لك ايه I am at prison، انا في السجن. هنا هو رايح كايه؟ كسجين، لان الهدف الاساسي من السجن ان هو محبوس فيه. بينما لو ضاف هنا ببساطه جدا وقال at the prison، يبقى هو له حد رايح يزوره في السجن. يبقى القاعده ببساطه انك لما يكون المكان مفيش ذا، يبقى انت رايح للهدف الاساسي من هذا المكان. لو مكتبه لايبراري فانت داخل تقرا، لو مدرسه سكول فانت داخل تتعلم، لو هوسبيتال فانت داخل تتعالج. بينما وجود ذا ده معناه ان انت رايح لهدف اخر، رايح كزائر، رايح كولي امر لابنك، رايح كواحد زائر لمريض، رايح كواحد زائر لمسجون، وهكذا.